بالأيام الماضية سمعنا كتير من الحكي القال والقيل، وسمعنا من بعض الجهات اللي عنا أو المسؤولين المهزومين، خلينا أقول إنه والله في هناك حركة تمرد أو حركة انشقاق عم بيحاولوا يصوروها بهالطريقة هاي المعيبة اللي إحنا ما بنقبل فيها. إحنا بكل وضوح أعلنا عن أنفسنا بكل مكان، وإحنا الأغلبية يعني حتى نكون واضحين، وهذا حتثبتوا الأرض إنه إحنا حركة اعتراضية إصلاحية داخل الحركة لنستعيدها من اللي سرقوها، لأنه الحركة إسا مخطوفة وقريبا جدا، أنا بقول لك على الهوى قريبا جدا سوف نستعيد فتح المبدأ، فتح الفكرة، فتح المقاومة، مش فتح المفاوضات ثم المفاوضات ثم الانبطاح على يد المهزومين. هاي بنرفضها، وابناء شعبنا كله في إجماع لرفضه. في تصاريح، في مصطلحات غريبة عجيبة عن مجتمعنا الفلسطيني، عن حركة فتح غريبة، عن فصائل منظمة التحرير غريبة، عن حركة المقاومة، عن الجهاد الإسلامي، عن حماس، عن كل أطياف الشعب الفلسطيني. في مصطلحات عم نسمعها إلها علاقة بتمس كل الشعب الفلسطيني. أنا عن عملية استشهادية، هل يعقل في حدا بيحكي عن عملية استشهادية، عملية حقيرة؟ وين صارت؟ في حدا بقول عن تعامل مع عدو تنسيق أمني مقدس؟ هذا حكي معيب، هذا حكي ما ممكن حدا يقبل فيه تحت أي ظرف من الظروف. هذا حكي معيب ومردود على اللي قاله. بالإضافة لذلك امبارح عم نسمع تصاريح مخيفة جدا. وزير الأوقاف الفلسطيني بوجود الرئيس بقول احنا رايحين بمشروع القرار، رضيت حماس ولا ما رضيت، رضيت الفصائل ولا ما رضيت. كلام خطير جدا يجب الوقوف عنده، كلام خطير. واحنا بنحيي كافة الفصائل المقاومة اللي وقفت وقالت هذا الحكي خطير جدا ومردود على اللي قاله، والحكي أخطر. الحكي خطورته انه بوجود الرئيس بدون اي اعتراض على هذا الحكي. شو معناته هذا الحكي؟ وين رايحين احنا؟ هالتراجع اللي وصلت له فتح لمصلحة مين؟ ملف اللاجئين اللي هو بيساوي القضية متروك لمصلحة مين؟ شفنا نهر بارد وشفنا يرموك وشفنا عراق فلسطيني شو صار فيهن، متروكين بمهب الريح. مين المسؤول عن هذا الملف؟ ليه الاستهتار فيه؟ ليه التهاون بإدارته؟ لمصلحة مين متروك؟ هاي ملفات كلها خطيرة، يجب أن نستعيد فتح حتى نحافظ على مشروعنا الوطني. طيب كيف ستستعيدون حركة فتح؟ يعني حضرتكم حركة إصلاحية داخل الحركة. هاي الحركة الاعتراضية الإصلاحية أصبحت الأغلبية. أنا بحكيك على الهواء وبتحدى، هذه الحركة هي الأساس، وما حدا ممكن يتخلى عن فكرته أو عن مبدأه. احنا موجودين بكل الساحات، بكل الأقاليم، بأغلب الأقاليم. أما اللي بقيوا اللي بيصفق واللي بيطبل واللي بيزمر، أعتقد عم بيزمر على آخر أيامه، لأنه رح يرفضوا الشعب الفلسطيني. وأنا بأكد لك هذا الحكي. أنا عندي معلومات كاملة عن كافة الأقاليم، عندي معلومات كاملة عن كافة الأطر التنظيمية داخل الحركة، إن كان العسكرية أو الأمنية أو غيرها السياسية. بعرف مواقفهن وقريبا، بقولك قريبا جدا هدول اللي تسلقوا إلى مزابل التاريخ. طب البعض عم بهول إنه ممكن يصير في إشكالات أمنية. أبدا. شوف خلينا نكون صريح، أنا سمعت هذا الحكي، هذا تهويل. إمتى إحنا ما كنا مستهدفين كحركة؟
هذا حكي استهداف دائم، بس ولكن بهالتوقيت هذا هو تشويش على شعلة الحرية، على شعلة فتح اللي هي الأساس، والكلمة الحرة. طبعا منبرنا حر، واحنا ما رح نسمح إلا لكل حر يجي يحكي على منبرنا ويضيء الشعلة معنا. أما المنهزم المتسلط اللي بيطبل وبيزمر ما بدنا يجي لعنا، وهدول قلال جدا. أنا بقول لك كل صراحة هدول قلال جدا. عم ينحكى انه ممكن يصير في توتير امني ليله هيدي. انا بطمن اخواننا بكافه مخيماتنا، ما حيكون. احنا اتصلنا بكافه الفصائل، ان كان الفصائل الاسلاميه او الوطنيه بمجملها. بالعكس، كل حريص على انجاح هذه الانطلاقه، والكل حريص على انه يكون في امن واستقرار داخل مخيماتنا، واحنا على تواصل مع كافه الفصائل. بالعكس، حيكون عندنا حضور من كافه الفصائل. سمعنا كلام حريص كل الحرص. انا بشكر كل الفصائل على حرصها على امن واستقرار مخيماتنا والجوار. طبعا احنا ماضيين بكل استعداداتنا على اكمل وجه. حتكون انطلاقه مميزه، وهاي الاشاعات من هون ومن هناك بتمنى على اخواننا ما ياخذوا فيها. هاي بعض الناس المتضررين المتسلقين عم بيحاولوا يشوشوا على هاي الانطلاقه. ماذا سيتغير بالساحه اللبنانيه ما قبل الشعلة وما بعد الشعلة؟ طبعا احنا مستمرين. طبعا ما قبل الشعلة غير ما بعد الشعلة. طبعا عندنا اجراءات لنستعيد فتح، قلت لك اياها بكل وضوح، من كل اللي سرقوها وتسلقوا وصفقوا وتحولوا من مناضلين احرار الى موظفين بمزرعه. هذا الحكي ما بيجوز يستمر، وقريبا بقول لك قريبا جدا هذا المرض اللي موجود داخل الحركه الى مزابل التاريخ. البعض يتخوف انه كلمه استعاده حركه فتح، هل سيكون في شيء عسكري ولا لا 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 ابدا. ليش هدول المتسلقين اللي عم بحكي عنهم ليش اللي موجودين بالمخيمات؟ انا بحكي بكل صراحه، اللي موجودين بالمخيمات هن المناضلين الشرفاء. اما هدول المتسلقين ولا واحد قاعد بالمخيم على فكره، ولا واحد، بتحداك. اللي موجودين بالمخيم وين بدها تصير المشكله؟ مع مين داخل المخيمات؟ كل المناضلين والاحرار واللي بعدهم محافظين على البندقيه وحرين موجودين داخل المخيمات. اما المتسلقين خارج المخيمات، اللي بتخلى عن المخيم تخلى عن ملف اللاجئين. هذا المخيم بيمثل شاهد ملك على انه احنا لاجئين، المفروض الحفاظ عليه، مش بهرب منه بتعير منه بطلع لبرا. عيب، هذا حكي معيب. لذلك انا بقول لك ما في مشكله داخل المخيمات، لانه المتسلقين مش موجودين داخل المخيمات. موضوع الاستهدافات هاي مش جديد، هاي شغله قديمه. كل انسان فلسطيني حر بحافظ على امن واستقرار مخيماتنا على انها بتمثل اللاجئين، طبعا هو مستهدف، الا اذا تخلى وهرب مثل المهزومين اللي هربوا. احنا راح نحافظ على هاي المخيمات على انها شاهد ملك على انه احنا لاجئين، وبدنا نعود وما بنعود بالمفاوضات ثم المفاوضات بالمقاومه فقط. العوده بالمقاومه.